الناس زمان كانوا بيقولوا الجيل اللي شاف زيدان محظوظ، لكن اللي شاف اسكو في 2017 برضه محظوظ، لحد ما الحظ ده اتقلب والدنيا خبطت في الحيط. النهارده هنحكي حكاية اللعيب اسكو الموهبة، هل هو دمر نفسه ولا ريال مدريد هو اللي دمره؟ اسكو من ناشئين نادي فالنسيا، ومن لمسته كان واضح انه موهوب وفعلا مختلف عن اي حد في سنه. لما راح ملقا انفجر اكتر واكتر، وبقى هو ده المشروع بتاعهم، ويعني هو ده اللي هم حاطين الامل عليه ان هم يستثمروا فيه بعد كده. ريال مدريد بقى خطفوه في 2013 وحطوا عينهم عليه، واللعيب فعلا جه ريال مدريد، والناس كلها كانت منبهرة بيه وتوقعاتهم عالية، وقالوا ده هيبقى خليفة زين الدين زيدان. اول موسم لاسكو مع ريال مدريد كان مدربه ساعتها كارلو انشيلوتي. كان مشكلة اسكو وكارلو انشيلوتي ان اسكو بيحتفظ بالكورة في رجله اكتر من اللازم، فكان دايما في زي صدامات كده بين المدرب وبين اللعيب، لغاية اما واحدة واحدة ابتدى يدخل في المنظومة اكتر ويتعود على اللعيبة، والموضوع ده ابتدى يقل معاه شوية. بعد ما اخذ على كارلو انشيلوتي وكارلو انشيلوتي اخذ عليه وعلى الفرقة كلها، زيدان بيمسك ريال مدريد في 2016، وعلى عكس كل التوقعات زيدان مش بيعتمد على اسكو كلاعب اساسي، يعني مش بيلعب معاه كل ماتش 90 دقيقة. وهنا بقى كانت المشكلة، لان اسكو ساعتها كان من نجوم الفريق، رغم كده ما كانش بيشارك كل ماتش بصفة اساسية. موسم الدوبليتا اللي ريال مدريد كسب فيه الدوري ودوري ابطال اوروبا، في ماتشات كتيرة محدش بيتكلم عنها اسكو هو اللي انقذ الفريق. يعني لو شلنا النقاط اللي اسكو حققها لريال مدريد في الموسم ده، تقريبا ما كانوش هيكسبوا حاجة. وفي ماتش ضد سبورتنج، وفي ماتش في اخر دوري تقريبا لعبوه ساعتها، هو اللي انقذ ريال مدريد وجاب لهم الدوري. اسكو من اللعيبه اللي معروف عنها ان هو لاعب مزاجي، ما بيحبش التدريب قوي ولا بيحب الانضباط، والكلام ده كان معروف عنه. دايما كده تحس بينه وبين اللياقه البدنيه مشكله، لكن ده في الملعب مش بيبان عليه او مش بيبان بشكل واضح. كان في كلام كتير بقى عنه انه مش ملتزم في الجيم ومش ملتزم بالتمرينات البدنيه، وساعات بيزوغ من التمرين، ده كله كلام احنا سمعناه طبعا. في بداية سولاري مع ريال مدريد اسكو عمل معاه مشكلة كبيرة جدا، وكان في مرة رفض انه يتمرن، وقال سولاري كده بالحرف انا موهبتي اعلى من امكانياتك. طبعا كلام ما ينفعش يطلع من لعيب كورة لمدرب ايا كان حجم المدرب بتاعك. بعد كده ما نفهمش ايه اللي حصل بالظبط مع اسكو، هل مشاكل بينه وبين بيريز، لكنه بيمشي وبيسيب ريال مدريد وبيروح اشبيليا، وما بيكملش مع اشبيليا نص موسم، بيمشي بعد 4 شهور بس، بعد ما اتخانق مع موتشي المدير الرياضي في نادي اشبيليا، وبيمشي من النادي ويتحول من نجم في ريال مدريد ولعيب الناس كلها كانت بتتوقع له مستقبل كبير، وكانوا بيقارنوه بزين الدين زيدان، للعيب فري ايجنت مفيش نادي عايزه. حاليا اسكو بيلعب مع ريال بيتيس، وهو في الدوري الاسباني مقدم معاهم موسم جامد، وعمل ارقام مش وحشه، وصانع اهداف وسجل اهداف السنه دي، لكن مش هو ده اسكو، ولا هو ده النشاط والحيويه بتاعته ايام ما كان في ريال مدريد. في كلام بقى مرشح انه فعلا هيرجع يلعب تاني لمنتخب اسبانيا، معرفش الكلام ده فعلا حقيقه ولا لا. انا كواحد بيحب اسكو بعيدا بقى عن الانتماء ريال مدريد برشلونه، اتمنى ان اللعيب ده يرجع تاني ويلعب لمنتخب اسبانيا ويتالق ويلتزم فعلا. يعني اسكو ده بيفكرك عندنا هنا في مصر بصالح جمعه، معرفش في حد بيشوف الكلام ده زيي ولا لا، بس انا تقريبا بشوفه صالح جمعه بتاع اسبانيا. اسكو موهبه خرافيه، ولكن الموهبه لوحدها مش كفايه، لازم دماغ ولازم جسم يشيل الموهبه دي كلها. من وجهه نظري اظن ان اسكو وقع لان هو فكر ان اللي قدمه وعمله مع ريال مدريد ده كفيل انه يشفع له في السنين اللي جايه، بس للاسف الكوره بتنسى ومحدش بيفتكر اللي حصل قبل كده، كله بيبقى متشوق ومتحمس ويعرف ايه اللي جاي. ما تنساش تسيب لي رايك في الكومنتات، يمكن ناخد رايك ونعمله حلقه. كان معاكم ابراهيم من برنامج ملعبها صايمه، وما تنساش الكوره مش اكل، بس احنا جعانين كوره.